ازيك عامل ايه؟ انا عايز محمد. وانت اول ما تشوفني ما تنساش تعمل سبسكرايب وتدق بالسين. ويلا بينا نبدا. 3 حاجات ما تعملهمش لو عايز تنجح في السيو. اول حاجه في كورس السيو بالذكاء الصناعي اللي احنا هنشرحه النهارده، وهنشرحهم بالترتيب وناخد عليهم امثله، ونبدا ان احنا نطبق بشكل عملي على البرامج بتاعتنا. وطبعا اهم نقطه هي رقم 3. اول واحده اختيار كلمات مفتاحيه عليها منافسه صعبه، وتاني واحده نسخ المحتوى من المنافسين بتوعك، وتالت واحده انك ما تستخدمش الذكاء الصناعي والادوات بتاعته في السيو. اذا كنت انت بتكتب مقالات او عايز توصل لمشاهدات على اليوتيوب، او حتى تعمل اي حاجه تانية توصل للهدف بتاعك. بس ما تنساش انك تعمل سبسكرايب. يلا بينا نبدا الشرح بتاعنا. ازيكم عاملين ايه؟ وده شرح جديد من اول الكورس ده، كورس رقم 1 الفيديو بتاعنا. وهتلاقوا البلاي ليست بتتحدث باستمرار، فانت كل اللي عليك اللي انت تتابعنا وتعمل لنا سبسكرايب عشان تشوف المحتوى الجديد اللي هينزل، وهو ازاي تتعلم سيو، اذا كان سيو مواقع، اذا كان سيو يوتيوب، وتستخدم أدوات الذكاء الصناعي في المقالات بتاعتك. تشوف الكلمات المفتاحية المناسبة، الكلمات المفتاحية بتاعت المنافسين بتوعك. تشوف الباك لينك، تعمل باك لينك للموقع بتاعك بكل سهولة، وتتصدر على نتائج البحث ديت. تبقى الكلمة المفتاحية بتاعتك تظهر في النتائج الأولى زي ما هنشوف دلوقتي. أنا هنا بعمل محتوى قصصي، فشغال على القصص. فهنيجي هنا كده ونفتح صفحة المخفي، ونكتب كده جوجل، ونكتب كده قصص. هتلاقوا هنا كل القصص اللي طلعت لي. لو دخلت هنا كده ندور، أنا مش هنا في الصفحة التانية. أحط الداش ديت، سرداب ملعون أنا متصدر فيها. ادي الفيديو بتاعي. طبعا عشان الفيديو بقاله اسبوع، فخرج من الكلمة بتاعت قصص رعب جديدة، اللي هي اول كلمة مفتاحية محطوطة كنت انا متصدر فيها. طبعا بس انا لسه موجود في الكلمة بتاع سرداب ملعون، اللي هي الكلمة المحطوطة في العنوان بتاعي، وده على يوتيوب. طبعا انا ماسك بحث هنا، انا متصدر في حاجة تانية. متصدر في الكلمة ديت في الصفحة التانية. ده فيديو تاني. في الكلمة ديت متصدر في الفيديوهات بتاعتي 3 فيديوهات. ده لسه بقاله يومين، وده بقاله 3 أيام. البيدج بتاعتي بتاعت الفيس متصدرة في الكلمة. ادي ده الفيديو بتاعي على الفيسبوك، فكده ترافيك جايلي من الفيسبوك. كده احنا شفنا ان انت ممكن تتصدر عادي في الكلمات بتاعتك المفتاحية. تعالى نخش على متصفح مايكروسوفت بينج، ونفتح برضه كده.
أنا خرجت من الكلمة هنا، برضه متصدر بكلمة سرداب ملعون على النتيجة الأولى من البحث. وصفحة فيسبوك قصة تانية موجودة، أدي ده فيديو تاني خالص بس ارتبط بالكلمة المفتاحية. يعني عندنا فيس وعندنا اليوتيوب بتاعنا ظاهر على مايكروسوفت بينج مش جوجل. كده احنا تمام موجودين على جوجل، متصدرين في نتيجة بحث. طيب وصلنا للمرحلة دي ازاي؟ احنا مستمرين في ان احنا ننشر شهريا. يعني انا ساعات بنقطع مثلا على اليوتيوب، ما بنزلش قصص، بقعد مثلا بال15 يوم بالشهر ما بنزلش، ولما باجي انزل لازم ان انا اتصدر في الكلمة بتاعتي بكل سهولة من غير اي عناء زي ما بيقولوا. طب هتعمل الكلام ده ازاي؟ هتروح هتعمل مدونة، وهسيب لكم القالب، يعني القالب ده معايا دلوقتي، هسيب لكم القالب دوت. تقدر ان انت تحطه على المدونة بتاعتك وتعمل تظبطها بقى، تحط الاتصال وتحط سياسة الكرسية، وبعد كده تروح تنشر المقالات بتاعتك. المقالات بتاعتك هتكون ازاي؟ هتكون بنفس الطريقة ديت، اللي هي تروح على المدونة دي. ادي انا ناشر هنا قصة. اهم حاجة ان انت تعمل تنسيق كويس عشان التعدي من الخوارزمية بتاعت جوجل. ادي هنا كده العنوان بتاعي، هنا جدول التنقلات بتاعتي، مقدمة هنا كده، الكلمات المفتاحية اللي أنا حاططها. لما تدوس عليها تدخلني على البيج، على الفيديو. لما أدوس على الكلمة التانية تدخلني على البيج نفسها. وادي برضو العنوان، وعنوان فرعي وعنوان ثانوي، والصور بتاعتي بحطها. طبعا الكلام ده كله يعني سهل، مش هيتعبك ولا هياخد في ايدك حاجة. كل اللي عليك ان انت تفتح شات جي بي تي. اقول له هنا كده اكتب لي قصة مثلا، اقول له تخيل نفسك زي ما انت كده بتكتب. يعني لازم تكون عندك مخيلة في الإبداع، عشان ده ذكاء صناعي يقدر إن هو يساعدك. يعني أنت بتديله شوية أوامر وشوية حاجات، وهو كل اللي عليه إن هو بيساعدك في الحاجة ديت. مثلا هكتب إيه تاني؟ هكتب أقول مثلا أحداث. مثلا كده أنت خلصت، مثلا بتاخد كده
وبتروح تحوله على 11 لابس. تدخل هنا اسمك أي حاجة وتختار كريتور، أذر تيك توك، بودكاست، يوتيوبر، أي حاجة أنت عايزها. تروح داخل هنا كده على الصوت وتختار الصوت اللي هو عاجبك. وطبعا لو هتشتغل بالإنجليش يبقى أفضل عشان تاخد ترافيك من دول أوروبية. यह भारतीय आवाज. Hi there. Need a smart, confident. Don't smother each other. Je t'attendais. यह भारतीय. Of all the talents bestowed, If you really think nunca te olvidé. طبعا لما تيجي تختار अगर आपको الصوت नेचुरल और कॉन्वर्सेशनल वॉइस चाहिए तो इस لما تيجي تختار الصوت اختار الصوت الأعلى استخدام. ده 23 مليون The عشان people ما who are يكونش crazy فيه enough to think the people who are ما crazy بيكونش enough to فيه أخطاء زي لسه بيتجرب. فينيش سبيش. اخد السكريبت دوت خلينا كده اشترك. واختار الصوت بتاعي. اوكي كده حصل. Don't smother each other. No one can grow in the shade. اختار الفيرجن الجديد. اعمل هنا كده بسم الله. في قرية صغيرة تقع بين الجبال والوديان، حيث الطبيعة تتنفس السحر وتخفي أسرارا قديمة. بدأت الأحداث التي ستغير مجرى العالم. كانت تلك القرية تعتقد أن هذا الكتاب هو مفتاح السيطرة. جولوا في الغابة. طبعا انت هتعمل القصة 10 دقايق على الأقل، يعني تعمل 10,000 كلمة دولت، 10,000 حرف دولت اللي بيديهولك دولت هيديك بالظبط 12 دقيقة أو 13 دقيقة أو ساعات بيوصل ل 18 دقيقة. فبتبقى حاجة كويسة إنك بتنزل فيديو مدته طويلة. فده اليوتيوب، فأنت تقدر تعمل أي محتوى. مثلا هتتكلم عن منتج بتعمل له ريفيو. لو أنت مثلا ناوي أنت تشتغل أفلت، فأنت بتعمل منتج، فأنت عندك المنتج بيبقى مثلا الفيديو بتاعه بيبقى موجود على علي بابا، علي اكسبريس، أي أمازون. بيبقى فيه الصور، بتاخد الصور ديت وتحطها على كاب كات وبتاع، تعمل المونتاج بتاعك. فانت الفكرة هنا انا بديك حل اللي انت يعني تطور من نفسك، اللي انت تشتغل. انا هنا بعد ما خلصت الصوت اعمل مثلا بيه فيديو واروح انزله على اليوتيوب. بعد ما اخلص اليوتيوب بروح منزل الفيديو بتاعي واروح داخل على البلوجر المدونة بتاعتي واعمل انشاء مشاركة. يعني احنا خلاص هنتفق مع بعض، احنا خلصنا الفيديو وهننزله. انا مش هنزل فيديو دلوقتي اصلا. هتروح بقى تجيب العنوان بتاعك وتجيب المقالة بتاعتك بالكلمات المفتاحية. هنيجي بقى نفتح هنا كده كي وورد هنا ونختار
find your current keyword و visit keyword planner. هتسجل بالاكونت بتاعك عادي بتاع جوجل، نرتبهم هنا كده. ودي اللي انت هتختارها هتخليها هنا مثلا على الدولة اللي انت هتشتغل عليها. وتختار اللغة بتاعتك. وتروح على برنامج سكريبت أطلس. طبعا كل البرامج ديت متوفرة عند موقع دكتور فرفر بالمجان تماما. هتيجي هنا كده هي بتفتح الصفحة معاك على المنظر دوت، هتنزل تحت على سكريبتس وتدور على ارتكل اند بلوج. تمام. هتيجي هنا كده تختار العنوان بتاعك. هيقول لك ان اديني انت هتشتغل ايه مثلا. فانا مثلا اقول له انا هشتغل مثلا قصص رعب جديدة 2024. راح واخدها كده كوبي وحاططها هنا كده كنترول في، واقول له اديني 20 مثلا. واقول له هنا كده كوبي، واقول له هنا كده بالعربي عشان ما يدينيش النتائج بالانجلش. طبعا دي كلها كلمات تقدر انت تستخدمها عناوين. مثلا تختار ديت أو تختار خلينا مثلا في دي. نرجع هنا تاني كده للسكريبت، نختار article wizard. هنا بيقول لك what's the main topic or niche. برضو هتقول له قصص رعب، تكتب هنا كده في الشات دوت بتاع شات جي بي تي. أقول له هنا اديني 50. أقول له هنا خليني المنافسة بتاعتي قليلة. أقول له هنا كده كوبي بالعربي. طبعا ممكن تاخد البرومت دوت وتروح على شات جي بي تي دوت او جوجل جيميناي. لو انت مش عايز تسجل الاكونت بتاعك، يعني انت هنا ممكن تسجل الاكونت بتاعك حسابك تعمل لوج ان. او مثلا تشوف يعني النتائج هتبقى مختلفة ولا لا. طبعا الكلمات المفتاحية دي انت ممكن تعمل منها قصص وتكتب عنها مقالات. طبعا في اختلاف في الكلمات المفتاحية. انت ممكن تعمل لوج ان او تروح تعمل لوج ان على الصفحة بتاعك عادي وتحط البرومت. خلينا نجرب جوجل جيميناي.
نحط البرومت. معندناش حاجة في الإكسل. اللي تاني معندناش حاجة في الإكسل، فاحنا هنعتمد على شات جي بي تي. طبعا النسخة دي بتبقى محدودة برضو، ليها عدد استخدامات من الرسائل. فأنا هقول له هنا كده، هاخدهم كده كوبي، أروح مثلا على البرنامج عشان ما استخدمش باقي من الرسائل. أقول له كده اديني الكلمات المفتاحية بس فقط. أضعهم واضح الفورمة ديت. هيحطهم لك كلهم ليهم فاصلة كده عشان تعرف تحطهم، إذا كنت تحطهم في قناتك أو هتحطهم في المقالة بتاعتك. ناخد كده شوية شوية. نروح رايح هنا كده كنترول في، وتقف على الحتة دي هنا. ناخد الباقي كوبي وكنترول في. هو اتضاف، يعني شايف الفراغ الأبيض ده ملكش دعوة عشان أنت كاتب بالعربي، عشان البرنامج هنا ما بيقبلش اللغة العربية. طبعا هنا الأودينس بتاعك، تارجت أودينس. لو أنت مش عارف الأودينس بتكتب هنا مثلا قصص رعب، مجموعة. تاخدها كوبي كنترول في برومت، تاخد البرومت هو ادالك كوبي، حط هنا كنترول في. أو ادالك البروفيشن الجغرافيا. هاخد الوصف دوت وأحطه هنا كده، وأقول له أنا عايز 20 عنوان فيهم الكلمات المفتاحية، وأقول له عايز هنا دبلوماتيك، وأقول له نيكست، وأقول له هنا كوبي. هاخد هنا كده وأحط، وهاخد هنا كده وأحط، أشوف أنهي نتيجة. أنا هتعامل على 2024 ديت. كوبي، وأحط العنوان بتاعي، الأوت لاينز بتاعتي عايز تكترها، عايز تبقى زي ما هي. أحط هنا برضو دراماتيك كوبي. شوف هنا برضو
يعتبر هي نفس الحاجات بس مع اختلاف شوية. طبعا كل ده هينفعك إنك بتطلع محتوى من غير أي تعب. فأنت ممكن تاخد عنوان تقول له اكتب لي قصة بتتكلم على العنوان دوت، فأنت عملت قصص. عندك برضو محتوى الطبخ، عايز تعمل حاجة في محتوى الطبخ برضو بتاخد برضو العناوين وتشتغل. فعندك يعني كذا فكرة، انت ودماغك انت اللي بتفكر وانت اللي بتشتغل. نفس الكلام في المنتجات. ادي الاوتلاينز، احدث الاتجاهات. كده عندنا 4 عناوين. اخد هنا كده ادي الخامس، اقول له هنا اكتب لي 1500، واقول له هنا مثلا اشترك بالقناة. ده الكول اكشن. واقول له هنا كده جنريت وكوبي، واروح هنا مثلا وهنا، واروح هنا واقول له هنا. كتب لي المقدمة والعنوان الأول والعناوين الفرعية أو الثانوية. والعنوان التاني. طبعا كل عنوان من دوت انت تاخده تحط فيه باراجراف كامل، يعني 2000 كلمة مثلا ولا حاجة. يبقى عندك مقالة قوية جدا تقدر انت تخش تنافس على الكلمة المفتاحية اللي انت مختارها. انا لسه هنا اخلص اصلا. بص يعني شايف، طبعا النسخة دي 3.5 غير النسخة اللي هي 4.0 دي أقوى. بس هنا ليها ليميت برضه محدود، إن أنت ما مش هتعرف تعتمد عليها بشكل كبير، إن ليها التايم. بتستنى التايم دوت لحد ما يخلص وتاخد الفرصة بتاعتك تاني اللي أنت تشتغل. طبعا هو لسه هنا ما خلصش، بقول له هنا مواصلة. على ما يخلص خلاص احنا خلصنا الكلام ده. بروح هنا على سكريبت وبقول له باراجراف. هنا بيقول لك التوبيك بتاعتك،